أول ما بنسمع كلمة مصر الحديثة بنفتكر شخص واحد بس، وهو محمد علي. تعالوا نقرأ مع بعض درس تاريخ ونعرف إزاي محمد علي سيطر على الحكم، وإيه التحديات اللي كانت بتواجهه، وإزاي قدر يبني مصر الحديثة. يلا بينا، خلونا نبدأ من الأول خالص، من قبل ما محمد علي يجي. كانت مصر تحت السلطة العثمانية من القرن ال16 لحد القرن ال19 لما محمد علي جه، وطبعا كانت مصر على وشك الضياع قبل ما محمد علي يجي. في بداية القرن ال19 كانت مصر بتمر بفترة من الضعف والتدهور في جميع الأصعدة، وده كان بيرجع لعدة عوامل. أول حاجة، السلطة العثمانية كانت بمثابة شكل بس، وكانوا المماليك هم المتحكمين في الحكم بشكل غير مباشر، وكانوا دايما عاملين تهديد للسلطة العثمانية. تاني حاجة واللي كانت بتقدر تقوم عليها أي دولة هو الاقتصاد. اقتصاد مصر في الوقت ده كان منهار، الإنتاج الزراعي كان منخفض جدا، والنظام المالي كان مفكك جدا، الضرائب الباهظة كانت مشكلة ضغط كبير جدا على الشعب، كمان كان في عدم ازدهار في التجارة بشكل كبير جدا. تالت حاجة بقى وهي الحروب والغزوات. طبعا كلنا عارفين الحملة الفرنسية اللي قامت سنة 1798 بقيادة نابليون بونابرت. الحملة العسكرية الشهيرة دي تسببت في كثير من الفوضى والدمار، وبالرغم من ان الفرنسيين انسحبوا في عام 1801 بعد معركة أبو قير البحرية، إلا ان مصر خرجت من التجربة دي، وبعدها كانت في طول الوقت صراعات بين العثمانيين والمماليك على الحكم. في الوقت اللي كانت أوروبا فيه بتتطور بشكل كبير جدا من الناحية العسكرية، وكانت مصر في الوقت ده بتعاني من قلة التدريبات والتجهيزات، علشان كده كانت في حالة ضعف كبير، وأي تهديد خارجي كان بيأثر عليه. لحد لما جه محمد علي باشا، وهو واحد من أعظم القادة في تاريخ مصر الحديث. اتولد سنة 1769 في شمال اليونان، وكان من أصل ألباني، والمفروض إن هو كان جاي علشان يساعد الحملة العثمانية في إخراج الفرنسيين من مصر بعد الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798. لكن محمد علي كان دايما عنده تفكير مختلف، وما كانش عايز يكون شاب عادي، فقدر ان هو يحصل على حكم مصر بعد طرد الفرنسيين من مصر على ايد القوة البريطانية في عام 1801. بدأ يبقى فيه فراغ في السلطة، فتنافس المماليك وقوات السلطان مين فيهم اللي هيمسك حكم مصر. وطبعا كان هنا الطريق بدأ يتفتح لمحمد علي، وتمكن ان هو يعمل تحالف مع التجار والمحليين ورجال الدين علشان يقدروا يولوه ان هو يبقى حاكم مصر، وده اللي حصل بالفعل. وبالرغم من انه حصل على تهديدات كتير من قبل المماليك والبريطانيين، لكنه برضو كان عنده إصرار إنه يكمل، وإنه كده كده هيحصل على حكم مصر. وأول حاجة عملها محمد علي هو إنه قرر إنه يحكم مصر بدماغه هو بس، فقرر إنه هو يتخلص من المماليك في مذبحة القلعة سنة 1811. فقدر إنه هو يهمش الزعامة الشعبية، وبيعتمد أكتر على مستشارينه الأجانب، بالرغم من إن الزعامة الشعبية كانوا قايلين له إن هو ما ياخدش أي قرار غير لما يتناقشوا فيه، علشان طبعا مصلحة مصر. ومش بس كده، ده كمان قرر إن هو ينقل مقر السلطة من سراي الأسبكية للقلعة علشان يكون بعيد عن الجماهير ويقدر يحكم مصر بدماغه. محمد علي كان حد عنده أهداف وطموحات إنه يبني مصر الحديثة، وده كان واضح جدا من أول ما مسك الحكم، لأنه أول حاجة عملها وأول قرار قدر ياخده بعد ما تولى الحكم هو بناء جيش قوي. الجيش كان في حالة مزرية وما كانش قادر يحمي مصر من أي مخاطر، فقرر محمد علي إنه يعمل جيش جديد تماما، وجاب ضباط أوروبيين علشان يقدروا يدربوا الجيش المصري، وبدأ يشحن الجيش بأسلحة حديثة واهتم بتدريبه بشكل كويس جدا. خلال وقت قصير أصبح الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، وده سمح لمحمد علي إنه يقدر يتصدى لأي تهديد داخلي أو خارجي. وفي معركة كبيرة مع المماليك سنة 1811 قدر يقضي عليهم تماما ويتخلص منهم ومن تهديداتهم. وفي نفس الوقت كان بدأ في إصلاح الاقتصاد والصناعة، لأنه ما كانش مهتم بالجيش بس، لا ده كان عايز يغير مصر بالكامل. بدأ يهتم بالزراعة واللي كانت المصدر الرئيسي للرزق، عمل مشاريع كبيرة لتوسيع الأراضي الزراعية، واهتم بتطوير الري علشان تكون الأرض دايما خصبة. مش بس كده، ده كمان بدأ في إنشاء مصانع، لأن محمد علي كان عايز يخلي مصر مش بس بلد زراعي، كمان كان عايز يخليها بلد صناعية، فأسس مصانع للمنسوجات والأسلحة والسفن، وبكده مصر بقت أقوى اقتصاديا. وقدر كمان إنه يحقق اكتفاء ذاتي في حاجات كتير، وكمان اهتم بالتجارة وبدأ يفتح أسواق لمصر مع الدول الأوروبية علشان تكون مصر لاعب مهم في التجارة العالمية. نيجي بقى للاهتمام بالتعليم.
محمد علي كان عارف إن بناء دولة قوية مش بس بالجيش والاقتصاد، لا ده كمان لازم بالتعليم. فكان عنده رؤية إنه عايز يقضي على الجهل في مصر. بدأ يفتح مدارس علمية علشان يعلم الناس حاجات جديدة في الرياضة وفي الطب والهندسة، وكمان عمل بعثات لشباب مصريين علشان يتعلموا في الخارج. أسس أكاديمية عسكرية علشان يدرب ضباط الجيش، وادى فرص كبيرة جدا للعلم والعلماء علشان يطوروا مصر. فعمل مدارس كتيرة في مصر زي مدرسة المهندس خانة ومدرسة الألسن ومدرسة المحاسبة والفنون، وأنشأ أول مدرسة حربية في أسوان. كمان قدر يخلي مصر تبقى متمكنة في زراعة الزيتون، والزيتون ما كانش أصلا موجود قبل ما محمد علي يجي، لكنه استحضر ناس من بره علشان تقدر تعلم المصريين إزاي يزرعوه وإزاي يهتموا بيه. وفي آخر أيامه بدأ محمد علي يفكر في توريث الحكم لأبنائه، وده لأن محمد علي كان عايز يحافظ على استقرار مصر، فبدأ يجهز أبنائه للحكم. وبما إن إبراهيم باشا كان واحد من أبرز العسكريين في الجيش المصري، فتولى على طول الحكم بعده إبراهيم باشا. توفى محمد علي في 1849. محمد علي كان رجل من نوع خاص، طموحه الكبير هو اللي خلاه يغير تاريخ مصر بالكامل، من جيش قوي لاقتصاد مزدهر لتعليم متطور. كان هو البطل الحقيقي اللي أنقذ مصر من الفوضى وحولها لدولة حديثة، ومازال أثاره موجودة لحد النهاردة. مفيش أي حد يقدر ينسى محمد علي باشا وهو إزاي قدر يعمل مصر الحديثة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات عايزين تعرفوا عن مين تاني من الشخصيات التاريخية.